حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم اكله حلوه قوي وبسيطه برضه في نفس الوقت. بتهيألي انتوا كده عرفتوا انا هعمل ايه. هنا معايا فول وعندي بيض وعندي شويه خضار، فلفل بقى اخضر وطماطم وبصل وثوم وخيار. الاكله دي يا جماعه احنا بنسميها هنا شكشوكه، مش عارفه بقى انتوا عندكم بتسموها ايه. الشكشوكة دي عبارة عن بصل وفلفل أخضر وطماطم مكعبات كده، بنحطهم على بعض يتسبكوا، بنكسر في البيض. هنا بقى كنت فارمة بصلة كبيرة وقطعت طماطم مكعبات. الأكلة دي يا جماعة حلوة قوي ومغذية. كاملة بقى متكاملة، فيها طبعا فلفل أخضر حلو قوي ومغذي، وطبعا البيض حلو قوي برضو. هنا بقى كنت انا نزلت بالبصل اللي انا فرماه. هفضل بقى اشوح فيه وادبله لحد ما يصفر. نزلت هنا بمكعبات الفلفل الاخضر اللي انا كنت مقطعاه. هفضل برضو ان انا اشوح فيه كده مع البصل لحد ما يدبل وريحته تطلع. كنت انا بقى ايه فارمه يعني فصين او 3 فصوص توم، فرماهم برضو صغير كده، كده كده بقى انا نزلته عليهم. هفضل اشوح فيه لحد ريحته ما تطلع ريحة التومة. نزلت هنا بمكعبات الطماطم، هفضل برضو اشوح في الطماطم لحد الطماطم ما تدبل كويس جدا. هنا كانت دبلة الطماطم وكانت اتسبكت يعني شوية، وممكن تحطي معلقة صلصة على فكرة برضو، بس انا هنا للأمانة انا ما حطيتش صلصة. هنا نزلت برشة فلفل اسود، وهحط برضو رشة كمون. ما بكترش الكمون يا جماعة، انا بحط الكمون على الفول، بس قلت يعني شوية كمون مش هتعمل حاجة يعني. هنا بقى بفضل طبعا اضغط عليها واشوح فيها كويس جدا لحد ما تدبل. نزلت هنا عليها بشوية مية هخليها تتسبك مع بعضها كويس قوي. كده انا هقفل بقى عليها لحد ما تتسبك مع نفسها. هنا كنت انا نسيت بقى احط الملح بتاعها، حطيت نص معلقة ملح. وهنا كسرت البيض عليها، هرش برضو على البيض من فوق رشة فلفل اسود. بس كده كده انا قفلت عليها لحد بقى ايه ما تتسبك مع بعض. هنا برضو كان عندي بقى هعمل فول بطماطم او فول بصلصة. احنا بنسميه فول بطماطم او فول بصلصة عادي يعني برضو. هنا بقى بشوح البصلة بخليها تصفر او تدبل برضو شوية كده. هنزل عليها بالفلفل الاخضر، نفس الخطوات اللي انا عملتها للشكشوكة هعملها للفول. تمام كده. هنا بفضل اشوح في البصل كويس جدا، هنزل عليه بالفلفل الاخضر اللي انا مقطعاه، هشوح فيه برضو لحد ما يدبل وريحته تطلع. الاكله دي يا جماعه كويسه قوي قوي، حلوه قوي كمان وطعمه. هنا نزلت بفصين 3 توم كنت برضو مقطعاهم، وطماطميه كنت متقطعه مكعبات معايا. هفضل اشوح فيه. هنا المقطع يا جماعه اتقطع مني او اتمسح مني، مش عارفه ازاي، اللي هو اللي انا لما تسبك كده زي الشكشوكه نزلت عليه انا بالفول. المقطع ده اتمسح مني يا جماعه. هنا كنت نزلت برشه الملح، نص معلقه ملح كده، اقل من نص معلقه ملح. تمام. وهنا رشه كمون، بكتر انا برضو الكمون هنا في الفول بيبقى طعمه حلو. وهنزل عليها برضو يعني ايه بربع، يعني بربع كوبايه ميه، شويه ميه صغيرين دافيه كده. تمام. لحد الفول عشان ما يبقاش الفول مجبس كده، يبقى ايه، يبقى طري كده معاكي تعرفي تاكلي منه. هنا بقى كان الفول كان جاهز، ده عيش بلدي طبعا، وخيار قطعته جنب الاكل. وطبعا الشكشوكه زي ما انتوا شايفين، اكله حلوه قوي وطعمه قوي في نفس الوقت، واكله بسيطه مش هتكلفك اي حاجه خالص. انا يا جماعه كنت محتاره جدا النهارده اعمل اكل ايه. ف... فالحمد لله.